قبل لا ابدي برقيه تعزيه الحقيقه، وايضا اليوم فقدنا الحقيقه شخصيه ايضا عزيزه علينا، شخصيه رياضيه، الاستاذ محمد الهولي المعلق وايضا الحكم الدولي في كرة اليد، ونسأل الله تعالى أيضا أن يسكنه فسيح جناته. هو حاليا أيضا في لندن الجثمان، إن شاء الله لما يوصل راح نبلغكم أيضا بموعد الدفان. بس محمد يقول أبي كلمة تعطيني عن أستاذ المرحوم محمد الهولي. تفضل يا أبو جو. والله يا أبو سعود، إحنا أول شيء يعني نعزي أسرة آل عناد الكرام بوفاة والدتهم، نسأل الله له الرحمة، وكذلك يعني نعزي الأمانة جميع الرياضيين وجميع التربويين والمعلمين، وكذلك نعزي الكويت بصراحة بوفاة العم محمد الهولي أبو ضاري. أنا تشرفت يوم من الأيام اني تتلمذت على يد هذا الأستاذ، كان ناظر مدرستنا مدرسة عيسى الحمد، ما سميت في السابق القادسية، تربية القادسية المغرات. الأمانة رجل يعني أبو سعود كان معطاء بشكل كبير، معلم فاضل، كان مطبق القانون بشكل كبير على الطلبة، حتى الحزم اللي كان فيه كان حزم يعني هو اللي خلانا اليوم نجتهد ونحمل شهادات جامعية بفضل هذا الأستاذ الطيب. وكذلك يضع المستوى الرياضي، هو من أول حكام الخليج كحكام دوليين، عضو في لجنة الاتحاد الآسيوي للحكام، وكذلك رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي، وكذلك في الاتحاد الكويتي. هو والأستاذ خلف العنزي من أوائل الحكام. صراحة شخصية قامة تربوية رياضية إعلامية كذلك على مستوى التعليق، وهو رجل رغم أنه إعلامي ومعلق ومربي فاضل، هو أيضا كشخص بعيد عن الإعلام. نعم. حاولنا يعني أكثر مرة نستضيفه في برنامجنا، يمكن نقدم برنامجنا على الرأي، حاولنا، هو ما يحب يتواصل، يقول العمل هو اللي يوصل لكم كإعلاميين، وأنتم اللي تغطون هذا الدور. نعم. رجل فاضل رحمة الله عليه، نعز الكويت الصراحة بوفاة هذا الابن البار، وإن شاء الله نتمنى يا أبو سعود، وأنت أكثر واحد يعني أنا من متابعتي لك أكثر واحد يتحرص على هذه الأمور، نتمنى تخليد الشخصيات الرياضية. صحيح. يعني لا تصير بس تسمية الشوارع عندنا، أما لرجال أعمال أو مثلا لرجال اقتصاد ورجال سياسة ونواب ووزراء سابقين، نتمنى أيضا كالرياضيين يعني ناس عملوا في هذا المجال، هم والأدباء والمثقفين، نتمنى تخليدهم تخليد يليق يعني فيهم، حتى يكونوا عبرة للجيل اللي بعده، يعني يكونون فنر لجميع أجيالنا لرمزية العطاء اللي قدمه الأستاذ محمد الهولي، شيء كبير للأمانة على مستوى التعليمي والتربوي وكذلك الرياضي. نسأل الله له الرحمة، وعزي أسرته العزيزة، وعزي أخوي يعني اللي هو ولده ضاري عضيدي، وهو الآن بريطانيا مع والده. نتمنى إن شاء الله أن الله يسهل عليه في هذه الظروف، وإن شاء الله الأخوة في السفارة ما يقصرون، وإن شاء الله كل الكويت تجي تعزي، ويستاهل رحمة الله عليه من يترحم. الله يرحمه.